لا تأسفن على الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود الكلاب، ومقاصدها تعلو على أسيادها، تبقى الأسد أسدا والكلاب كلاب. من أول يوم ليا في حياتي العملية وكانت نفسي طوع أمري، لم أكن أبدا طوعا لنفسي. أخذتها بالشدة، ربيتها على أقصى وأقصى شيء يكون عليه الرجال زي ما أهلي علموني. فأصبحت نفسي تحت أمري، أبدا لم أكن ضغينة لأحد، لم أحارب أحد، لم أتفوه بكلمة في الظهر على أحد، لأن هذا الطابع أو هذه الخصال من شيم الرجال الذين عبروا القناة. ده اللي احنا عايزينه يكون نابع من قلوب الرجالة وليس أشباه الرجال. زمان أهلي علموني زي ما اللي في جيلي معظمهم مش كلهم اتعلموا ان هم يجاهدوا في 4 أشياء. الجهاد الأول جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، جهاد الكفار، وجهاد المنافقين. النهاردة أصبح الجهاد جهاد لبراس، حقيقي جهاد لبراس. الناس اللي بتطلع من تحت الأحذية ليناطحوا. عايزين النهاردة نغير كل الكلام ده، عايزين تكون مبادئنا أعلاما ترفع لا خرقا تمسح بها أحذية الأقوياء. النهاردة يوم جميل بفضل هذه الخصال اللي تربينا عليها من أسرنا ومن أهالينا ومن قيمنا ومبادئنا العربية. تم تكريمنا في أكثر من ميدان، منها تكريم السيد الوزير عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة لي. ويمكن هنشوف على الشاشة دلوقتي تكريم السيد عمر سليمان ليا بخطابه. كذلك أيضا الميداليات التي حصلنا عليها طوال مرحلة حياتنا. هو ده الكنز، ده الكنز اللي احنا اتعلمناه من الأبطال، الكنز اللي هيفضل. يمكن سيدنا الحسين كان قاعد في مرة اللي ظهر على الشاشة دي تقدير السيد رئيس المخابرات العامة لينا. كذلك الدروع، درع من محافظ بورسعيد وتكرمنا، درع من مؤسسة اقرأ الخيرية في مجال الأدب العسكري حصلنا عليه، درع من مركز إنقاذ منطقة الشرق الأوسط ميدالية، الميداليات في كافة المجالات، الدرع اللي حصلنا عليه في هذا البرنامج للأداء المتميز لعام 2009. صورة الدروع اهي. بتمنى أن أهدي كل هذه الدروع إلى أبطالنا اللي عبروا، اللي حرروا القناة. احنا استلهمنا منهم كل هذه النجاحات.